منو الكذاب اللي اقنعك انك لو ما جبت نسبه في الشهاده السودانيه معناتها مستقبلك انتهى؟ كميه الضغط النفسي اللي بنعيشه الايام دي مرعبه جدا. نظرات الاهل، توقعات الاصحاب، والمجتمع اللي بيربط قيمتك كانسان بنسبتك. بتحس انك شايل جبل في كتافك، ومجرد فكره النتيجه او انك ما تجيب مجموع او انك تضطر تعيد السنه بتخليك ما قادر تتنفس او حتى تجلد في ذاتك. بس الحقيقه اللي انتوا هتكتشفوها بعدين ان الشهاده دي مجرد كوبري بتعدي بيه من مرحله لمرحله تانية، ونهاية ما هي المحطة الأخيرة في حياتك. فعشان تعدي الكوبري ده بسلام ومن غير خسائر محتاج تغير عقليتك لحاجتين. نمرة واحد، في الوقت الضيق ده أقفل تلفونك وابعد عن أي مقارنات، ركز بس في الامتحانات القديمة ومذاكرتك. رقم اثنين، أفهم إنه الإعادة ما عيب أو فشل، دي فرصة ذهبية وإصرار على النجاح. كمية من الناس عادوا السنة ودخلوا الكليات اللي هم عاوزينها وبيبقوا أساطير في مجالهم. ربنا ما بيكفي الباب إلا عشان يفتح لك باب أكبر وأوسع منه. فلو أنت عايز نهاية ما تتضجر، أنت داخل على مرحلة جامدة جدا في حياتك. تفائل خير وحتنجح بإذن الله. عمل اللي عليك، اجتهد في الأيام الباقية دي وخلي النتيجة على رب العالمين، وتأكد دائما إنه الخير فيما اختاره الله. ما تنسى تكتب لي تحت في الكومنتات نفسك تخش يا كلية، وبرضه ما تنسى تعمل تاج لصاحبك الممتحن عشان يفك الضيقة شوية. بالتوفيق لكل الشباب الممتحنين السنة دي، وإن شاء الله سنة خير وامتحانات هينة لينا عليكم. لحد هنا حلقة تكون انتهت. كنت معكم أنا محمد قسم الله، هنا قسم شو. سلام.